بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الطوفان العظيم المبارك المسمى باسم الأقصى، والذي هو من أجل الأقصى حقق غايات عظيمة وما زال يحقق وسيحقق، ومنتهاه دحر هذا الاحتلال إن شاء الله ولو بعد أمد. فهو كسر شوكة هذا العدو إلى غير رجعة، مهما حاول ترامب ونتنياهو وبعض العملاء من جبر هذا الكسر لن ينجبر. كسر هذا الكيان بإذن الله تعالى، وبدت سوءته وفضح في العالم، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: ليسوءوا وجوهكم. فقد بدت حقيقته التي كان يخفيها عن العالم كله، ويبدو أنه حقوق إنسان والمدنيين وغير ذلك وأطفال، كل هذا حطمه الاحتلال بجرائمه التي مارسها، فكشفه الطوفان وأبدى معايبه وأظهر حقيقته للناس أجمعين. فهذا إنجاز طوفان الأقصى، أو هذا بعض إنجازه. الحقيقة طوفان الأقصى أعاد القضية الفلسطينية التي كانت أو كادت أن تنتهي في ظل التطبيع في منطقتنا. جاء طوفان الأقصى وأحيا هذه القضية، وأحياها بإذن الله تعالى لتثمر. صحيح أننا ذقنا آلام شديدة، وأن أهلنا في غزة قد بذلوا كثيرا، وقتل أطفالهم ونساؤهم، ودمرت مستشفياتهم ومساجدهم ومدارسهم وبيوتهم، ولكن هذا العدو ظهرت حقيقته، ولا ينزع من أرض محتل إلا بعد أن يساء وجهه وتظهر حقيقته. الطوفان الأقصى أثر على كل العالم، ابتداء بالكيان الصهيوني الذي حطم منظومته الأمنية وكشف زيف ادعائه بأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه مطلع، استغفر الله، هذا من خصوصيات الله، على كل ما في الكون، وأنه لا يمضي عليه شيء، فبان أنه هش من داخله. هذا انعكاسه أولا على هذا الكيان، وكل ما يفعله الكيان من جنون الآن وأفعال إجرامية هو محاولة استعادة بعض الهيبة وبعض المكانة، ولكن هيهات، فقد انتهت. أيضا هذا الطوفان امتد إلى المحيط، فكشف زيف وخيانة بعض الدول العربية التي وقفت مع هذا الكيان ومررت له ما يريد. بعضها كان شريكا بالدعم المالي وبتمرير الطعام والغذاء والدواء، وأهل غزة يجوعون. فلا شك أن هؤلاء كنا أحيانا نراود أنفسنا ونجادلها عندما تقول بأن هؤلاء غارقين بسبب التطبيع وغيره، لكن جاء الطوفان ليقول لنا: احسموا نظرتكم لهؤلاء، تعرفوا عليهم جيدا، ها هم أصبحوا في صف العدو وليس في صفكم، مع الأسف. وطبعا هذه فئة واضحة المعالم. هنالك فئات أيضا أبرز ضعفها، كان ثقتنا بها وإمكاناتها وأن لها مواقع، لكن برز ضعفها وخشيتها من أمريكا، مع الأسف. وكذلك الحقيقة هذا الطوفان امتد إلى الغرب وإلى العالم، فأبرزه بصورتين: صورة شعوب فيها خير وفيها مواقف ولديها إنسانية، وبالتالي خرجت الشباب في الشوارع والجامعات ووقفوا المواقف، وصورة وبعض أنظمة أيضا كما حصل في إسبانيا، في إيطاليا، بعض المواقف الجيدة. وأبرز أيضا أنظمة طاغوتية إجرامية كانت تبدو ديمقراطية، كانت تبدو إنسانية، كانت تظهر نفسها تقود العالم، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وغيرها. جاء هذا الطوفان وأبرزها لشعوبها، ربما كانت ظاهرة لنا أنها معتدية، ولكن كانت على شعوبها قد أخفت ذلك، وبرزت على أنها
شعوب الديمقراطية، وأن وقوفها إلى جانب إسرائيل وقوف إلى جانب المظلوم. فبانت الحقيقة وعرفت شعوب الغرب اليوم أن هذا الكيان هو سرطان زرعته بلادهم وأنظمتهم المجرمة في قلب أرضنا للعدوان ولتفتيت إمكاناتنا ولمنعنا من الوقوف على أرجلنا. فهذه أعتقد من إفرازات الطوفان. من إفرازاته أنه حطم مشروع التطبيع وأحرج كل السالكين فيه إن كان عندهم حد أدنى من الحضور. ولذلك أنا أعتقد أن هذا مشروع التطبيع حتى لو عاد ربما ينحصر في أشخاص الحكام وليس في حكوماتهم، لأنه أصبح مرفوضا بكل المعاني. ولذلك هذه بعض نعم الله في طوفان الأقصى. هذا الخطة، خطة ترامب، هذه ليست خطة اتفاق، ولا هي حديث عن رفع ظلم، وإن حاولوا إلباسها في اللقاء مع الحكام العرب والمسلمين ثوب يعني ثوب الإنسانية ووقف الحرب، لكن ليس هذا مشروعها. مشروعها الذي ينبغي أن يعيه الحكام، ومع الأسف استنتجنا بهذا التوقيع وبهذا الاتفاق كم هم غائبون عن الواقع. هذا من يمكن أن نصفه بالصدق، أما العميل فذاك شيء آخر. كم هم لا يدركون مرامي هذه الجريمة. إن هذا الاتفاق ليس تمكين لاحتلال غزة وحسب، إنه إعادة مشروع الهيمنة الغربية على الأرض الإسلامية وعلى بلاد المسلمين جميعا، وإعادة رسمها على غرار سايس بيكو من جديد على وفق السيادة الصهيونية الأمريكية. هذا هو الحقيقة. وبالتالي أنا أقول لهذه الدول وهذه البلاد التي إن كانت غرر بها أو هي غارقة في الخيانة، لأنه بعضها هكذا وبعضها هكذا، أقول لهم هذا المشروع إما أن تعلنوا براءتكم منه مباشرة، وإما أن تحكموا على أنفسكم في صف الخيانة، لأن هذه جريمة وهذا احتلال. وكل اتفاق، أي خدمة لفلسطين وغزة وتقاوم عنها وتدافع عنها مقاومة، أن يقرر بشأنها الغائب دون الرجوع إلى المجاهدين والمقاومين في الميدان. كل دولة غرقت في ذلك وقعت في الخلل الكبير، وهو على دركات. ولذلك المنطق والمبدأ والقيم والحقيقة والواقع والمعرفة، كل هذا يقتضي أن يكون هنالك تشاور مع المجاهدين ومع قياداتهم، وهي موجودة وهم يعرفونها ويلتقونها بعضهم. فكل اتفاقية غاب عنها المجاهدون ولم تكن بالترتيب معهم مرفوضة مردودة مضرة بغزة وبفلسطين وبشعبها وبأرضها. ولا يجوز لهؤلاء القاعدين الذين خذلوا المقاومة سنتين كاملتين أن يأتوا الآن لينزعوا بقية حقوقها ولكي يتآمروا على شعبها وعلى أرضها وعلى هذه الاتفاقية ليس فيها خروج الكيان الصهيوني، وإن كانت طبعا ما قاله الحكام العرب ما هي أحد خيارين: إما أن يكون ما طرحه ترامب ونتنياهو بالإعلام غير ما اتفقوا عليه، وعندئذ يلزم كل قادة العرب والمسلمين الذين حضروا هذا اللقاء أن يخرجوا ويقولوا هذا الذي طرح ليس الذي اتفقنا عليه. وإذا كان هذا الذي اتفق عليه لا قدر الله هذه كارثة، فمعنى ذلك أنهم وافقوا على أن يكون محتل غزة ترامب وبلير، الذي أوجد غزة الذي أوجد الكيان الصهيوني بريطانيا بلير، وترامب المجرم الذي دعم قتل الشعب الفلسطيني طوال السنتين الماضيتين. هذا الذي سيأتي ليحكم غزة لينعم أهلها في ظل هؤلاء الحكام بالأمان
تحت إدارة بلير وترامب. هذا الذي أعلنه ترامب، فإذا كانوا لم يوافقوا عليه فليقولوا لنا. أعلن نتنياهو وترامب أن الجيش الصهيوني ليس مطلوب منه أن ينسحب من غزة، لا على المدى البعيد ولا على المدى القريب، هكذا قول. ولذلك نتنياهو خرج يقول هذه اتفاقية جعلت العالم العربي في مواجهة مع حماس، ودون أن يشترط على جيشنا أن يخرج من غزة. إذن هذا الذي أعلن، وبحضور ترامب وحديث ترامب وحديث نتنياهو، وسمعه حكام العرب والمسلمين الذين شاركوا بهذا اللقاء. فإن كانت هذه حقيقة فلا ينبغي لنا ولا يمكن لا للفلسطيني ولا للمسلم ولا للعربي ولا للإنسان في الأرض أن يقبل بها إن كانوا قد وافقوا على ذلك. وقولهم مردود لا يمضي علينا ولا يمثل الأمة ولا يمثل شعوبها ولا يمثل شيء. وإن كان هذا لم يحصل في لقائهم الخاص فليخرجوا وليقولوا لا، كما قال وزير خارجية باكستان: نحن لم نتفق على هذا، غيرت الأمور. الذي وافقنا عليه كما قالوا لنا دولة فلسطينية مقابل تسليم السلاح، ماشي. إذا قامت دولة فلسطينية السلاح سيكون للجيش قطعا، وتسليم الأسرى الموجودين عند المقاومة مقابل انسحاب الجيش وتبادل الأسرى، أيضا هذا المقاومة تأخذ وتعطي فيه. أما هذا الذي نص عليه في مؤتمر ترامب ونتنياهو فهذا ليس إلا احتلال، ليس ترسيخ الاحتلال بل توسيع دائرته، وليس في فلسطين وحدها وإنما في البلاد المحيطة بما في ذلك بلاد الموقعين، لا أدري هم يعلمون أو لا يعلمون. ولذلك نحن أمام جريمة كبيرة لن تمر، لن يقبل بها لا الشعب الفلسطيني ولا الذين تحت السحل والقتل في غزة. والله تأتي الرسائل من غزة تقول رغم ما نحن فيه لا تقبلوا هذه الاتفاقية فإنها لن ترفع عنا قتلا ولا تهجيرا بل ستزيد ذلك. ولذلك هي مرفوضة حتى ممن هم تحت الضغط ويتمنوا، ونتمنى أن يخف عنهم هذا وأن تقف عليهم هذه الإبادة الإجرامية.